بيك في حلقة جديدة من الدليل الشامل الوافي، بس النهاردة لكتابة كتاب تنمية بشرية. طبعا يا صديقي انت خدت الاجازة والاجازة قربت تخلص وما طورتش بنفسك بربع جنيه، علشان كده انا جيت لك بالدليل الشامل الوافي لكتابة كتاب تنمية بشرية، علشان تطلع لاهلك الصالة وتقول لهم باركولي انا بقيت كاتب. اول خطوة الكتاب بيبان من عنوانه، علشان كده احنا هنختار عنوان شيق او صادم. يعني مثلا ناخد عنوان زي مدمن دولارات، كلنا في حاجة الى دولارات دلوقتي عادي. ممكن عنوان زي كيف تكون انت، رشرش بقى كلمات زي حلمك، الثروة، الفلوس، كل الحاجات دي بتكون مع الناس. ممكن برضو تحط عنوان صادم ملوش علاقة بمحتوى الكتاب، زي مثلا مديري الذي اكره، والناس هيجي معاها وحقق مبيعات يا باشا. صورة الغلاف اهم من المحتوى نفسه، علشان كده احنا هنحط على الغلاف اي حاجة من التالي: واحد بيفكر مثلا، 2 بيتخانقوا، عصفورة محبوسة في قفص. المهم ان احنا هنوحي للقارئ ان انت روحك محبوسه يا عيني، وان كتابنا هو اللي هيجيب لك افراج. ثالث حاجه املى كتابك بحكم عميقه، زي مثلا في لحظه ما ادركت ان الادراك هو اللحظه. جمله مش مفهومه ملهاش استلازمه بس تبان ان هي عميقه، والناس بتحب الجمل العميقه فهنكتب جمل عميقه. الرابع نصيحه في كتابنا: اكتبي معايا ست الكل وجهزي المقادير التاليه. ب2 جنيه قصه مؤثره هنحطها في بدايه الكتاب لواحد حياته متشمله لحد ما ادرك الحاجه اللي حولت حياته 180 درجه وقدرت ان هي تكسبه كل الثروه وكل الفلوس. معانا في باقي المقادير يا ست الكل هننطر كلمات كتير زي الامل، الحياه، الكون، اي كلمات. قانون الجذب بتجيب معاهم جدا برضه. النصيحه التانية معانا: زود دراما، الناس بتحب الدراما والدراما برضه بتجيب فلوس. ما انت بتشوف اهو اعمال رمضانيه دراما بتجيب فلوس، احنا عايزين فلوس فعايزين الكتاب بتاعنا ينجح فعايزين دراما. ادي عناوين فرعيه كرييتيف وتجذب القارئ، زي مثلا ازاي كسبت 1,000,000 جنيه في يوم، وهو ما حدش هيعد ورانا اصلا. هنملى الكتاب بتاعنا بجمل تحفيزيه زي انت تقدر، انت مش شجره، يلا يا ريتني شجره، انا الشجره نافعه عني بتطلع ثمار. قرر بس والكون كله هيسمعك. قررت الكون ما سمعكش انا اسف. ممكن برضو يا صديقي عشان ما تعبكش معايا تلم محتوى بوستات الفيسبوك وتحطها في كتاب وهو محدش بياخد باله. نصيحة كمان برضو يا صديقي: احنا هنجيب جمل انجليزية هنترجمها بترجمة جوجل اللي مش مفهومة، هنحطها في الكتاب، هتبان ان هي جمل عميقة بس مش مفهومة. القارئ هيتكسف يقول ان هو مش فاهم، لا يبان عليه جاموسة ومحدش واخد باله والدنيا تعدي. هنختم كتابنا الجامد ده بشوية خطوات، هنقول للقارئ انت لو مشيت عليها هتحقق اي حلم عندك، بس هنقول له هتنتظر الجزء الثاني من الكتاب علشان تحقق الخطوات دي وحقق مبيعات يا باشا ونعمل سلاسل كتير ومحدش واخد باله برضه. بس كده وكده يبقى دليلك الشامل الوافي لكتاب تنمية بشرية خلص. استنوني في ادله كتير وربنا يسترها علينا من المؤلفين ما ياخدوش بالهم منا ويرفعوا علينا قضايا، الدنيا لبش الايام دي. سلام.